تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لهجوم كبير على صفحته على موقع إكس بعدما ادعى أن روسيا دمرت أطنانا من الحبوب في أوكرانيا كانت متجهة إلى مصر ورومانيا. وقال بلينكين في تدوينة على موقع إكس يوم الأربعاء إن الكرملين دمر 13,000 طن أخرى من الحبوب كانت متجهة إلى إطعام الناس في مصر ورومانيا. الهجمات الروسية على مخازن الحبوب والسفن والموانئ الأوكرانية تؤدي إلى تجويع العالم. وبعد يومين من تصريحات بلينكين رست السفينة سابيل ستار بميناء دمياط المصرية قادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تقدر بستة 300 طن من القمح لصالح القطاع الخاص في مصر، ليتم الكشف عما يروجه وزير الخارجية الأمريكي من أكاذيب حول روسيا. وتعرض بلينكين لهجوم واسع على التدوينة التي قام بنشرها، حيث تساءل البعض عن إثبات الأمر وقلل البعض الآخر من حديثه واعتبره مجرد حثالة. ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 119,000 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 175,000 طنا. كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1000 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، وقطار آخر أفرغ 25 حاوية بسعة 40 قدما، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 5,800 شاحنة. ومدت روسيا مصر خلال الأشهر الماضية رغم الأزمة الأوكرانية بكمية ضخمة من القمح، رغم العقوبات والعراقيل الأمريكية والأوروبية